السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. تعالوا بقى ناخد جولة مع بعضينا كده ونشوف جبنا الحاجات دي ازاي ومنين. كده انا رحت كده كارفور اللي على الصحراوي، وجبت كده اللي هي العجلة دي، وابتديت كده ان انا اشوف انا عايزة ايه. ما كانش معايا ولادي، ما كانش معايا الا محمد بسي، وحبيت كده ان انا اجيب لهم حاجة تفرحهم، فجبت لهم شوكولاتة. ومحمد بس اللي كان معايا، فكل حاجة يشبط فيها عايزها. فهو عايز كورن فليكس، فانا لا، عمال يقول لي هو ده كورن فليكس وانا اقول له لا. وعايز لبن، حاولت برضو، رحت جبت له برضو علبة لبن. كل حاجة كل ما يشوفها عايز منها لما زهقني وقرفني. او رحت جبت له بقى كورن فليكس كده واللبن عشان ياكلوا مع الكورن فليكس، وجبت له شوكولاتة. اللي معايا دول ولاد اختي واختي معايا. انا سايبه ولادي عشان كان عندهم درسين في اليوم يوم الجمعة، فما خدتهمش معايا. كده كده كنت رايحه انا واختي نشتري شويه مشتريات كده خفيفه. ورحت جبت دي بقى لاختي نجلاء كده. هضحكوا بس استنوا. في بقى في كارفور في لبس وفي كل حاجه، اكيد ناس كتير راحوا يعني وعارفين هو في ايه. فانا قلت اخد كده اتفرج على الهدوم. الاسعار بصراحه يعني بجد بجد صدمتني. قلت اجيب برضو تونه. التونه دي حلوه وعجبتني وكنت جايبه منها قبل كده. اختي بقى ام يوسف ليها عند ام ملك 50 جنيه، فكتبت لها لست قد كده وقالت لها هاتيلي بال50 جنيه الطلبات اللي انا كتبتها لك دي، وايه واللي يفيد زي بعضه ايه بيرجعيه. كتبت بقى من كل ما تشتهي الانفس. مش قادره اقول لكم. وضحكنا ضحك. وجبت فشار هنا برضو كنت جايباه قبل كده حلو جدا، وجبت بيض وجبت كل حاجه. جبت لهم زبادي، وجبت هنا بقى الحاجات اللي في الغسيل بقى. طبعا احنا لازم ندلع الغسيل برضو. جبت لهم عصير عشان المدرسة. ويعني استوقت بقى، وجبت مناديل، وجبت صابون مواعين، وجبت جبن، وجبت بقى بطاطس وبسلة ومقرمشات. كل حاجة كل حاجة كده. جولتنا خلصت في كارفور وروحنا وفضينا الشنط. تعالوا بقى نشوف جبنا ايه واحدة واحدة كده مع بعضينا، عشان كان في يعني مقاطع بتقع مني كده. مش عارفه اصور لكم برضو التصوير اللي هو ايه جيم. رحت اجيب فراخ، ما عجبنيش الا الكبد والقوانص دي. ودي بتهيأ كنت جوعت قوي قوي، رحت جايباها اكلت منها حته واتبقت. وده جلاش عجبني وانا بحبه، رحت جايباه. وجبنا برضو هنا برضو جبنا التوست برضو للسندوتشات. ودوت شاي فتلة حلو جدا جدا، والطعم بتاعه رائع قوي، حلو قوي. وهنا ده الفشار اللي انا قلتلكوا عليه برضو جميل جدا، يعني بيتفشر كله. اعملي بقى كده في الساعة كده بقى، واعملي فشار كده وتسالي وحاجات حلوة كده لولادك. وقعدوا تدفوا كده واشربوا مشروبات سخنة وهاتوا مسلسل بقى، فيلم، واتفرجوا عليه تذاكروا. ودي الشوكولات اللي احنا جبناه. وجبت برضو عرض زبادي. وجبت اللي هو الكافي ميكس، لا مش كافي ميكس دون. وجبت برضو المقرمشات دي. وجبت البسلة نوع البسلة البسمة ده حلو جدا، بحب النوع ده قوي. وهنا جبت الذرة ده برضو، قلت اجربه برضو في الساعة اللي احنا فيها دي، برضو نتدفى كده وناكله، اعمله وناكله. وانا بعمله ان شاء الله هصوره برضو واوريهولكوا. وجبت برضو حلة الزبادي دي. بنتي بتحبها قوي. وجبت بقى يعني كل المشتريات. وجبت ازاز الزيت برضو. انا مش هقول لكم اسعار عشان انا مش فاكره الاسعار. يعني اللي انا فاكراه ازازه الزيت دي عامله حاجه و20. التونه دي عامله 13 جنيه. مش عارفه الكورن فليكس ده عامل كام. المهم يعني جبت شويه المشتريات دي. والبطاطس دي برضو معرفش عامله كام، بس حلوه جدا جدا. قلت منها كانت طعمها حلو جدا. اما الجلاش ده بقى كده قلت افتحه كده واكل واحده معاكم واوريكم قد ايه طعمه جميل قوي قوي. بصوا كده، الله على الجمال، والرجيم باظ والحمد لله. وافتح برضو شوكولاته واوريها لكم برضو. كده انا ليه انا جبت اللي هي دي. يعني هي صغيره كده، لما الطفل ياكل واحده كده حلوه. هي فيها يعتبر 3 مكعبات، غير الكبيره بيبقى فيها مش عارفه 5 ولا 6، فبتبقى كتير على الطفل. لا دي حلوه لما تديله واحده كده، او لو عندك ضيوف ومعاهم اطفال، تراضي الاطفال كده بواحده ولا حاجه حلوه برضو. ودي كل المشتريات اللي احنا اشتريناها النهارده وبس.
وقعدنا بقى نضحك انا وملك يوسف معانا على الواتس، وتقول لنا هاتولي كذا وكذا وكذا، وده كلته ب50 جنيه. وبعد ما خلصنا قالت شوفوا بقى احسبوا حسبتكم كده، والباقي بعتهولي مع الحاجة، وشوفوا الحاجة بتاعتي هتوصلها لي ازاي. يعني كمان احنا رحنا وسوقنا لها وجبنا لها الحاجة وب50 جنيه، خلي بالكم. وعايزانا كمان نودي لها الحاجة لحد البيت ديليفري. جيت بقى هنا خلاص بقى، انا قلت ايه نعمل عشاء خفيف كده نتعشى بيه. خدت طبق اللي هو كبد والقوانص، قلت اعمله مع لسان عصفور. هوريكم طريقته دلوقتي. حمرنا لسان عصفور، وخدت بصلايه خرطتها مكعبات، وفلفل الوان وفلفل اخضر. وحمرت البصلايه كده، وهنزل بالكبد والقوانص على البصل والفلفل، وقطعتها بالشكل ده كده. وهنزل بقى على البصل والفلفل، واديها تشويحه كده. وانا يعني حمرت اللسان عصفور. ومعانا هنا الطاجن دون. دي صينيه، هي صينيه صغيره جدا جدا، يعني قد الطاجن، اقسم بالله قد الطاجن، بس هي جايه في الكاميرا كبيره. رصيت كده لسان عصفور من تحت، والكبد والقوانص خلصت معايا، ورصيت الكبد والقوانص في النص. قال يعني انا هعملها طاجن، بس لسان عصفور ما طلعش كتير معايا، ان هو يديني يعني فل كده الكبد والقوانص من تحت ومن فوق. فعامة مش مشكلة، في الاخر طلعت طعمها تحفة وحلوة جدا، واكلة خفيفة كده وسريعة. لما تكوني برا وتيجي كده مش عارفة تعملي اكل ايه، دي حاجة سريعة وخفيفة وحلوة جدا، والاطفال هتحبها ان شاء الله. وكده بقى احطها تستوي، وضفت لها الشوربة. كان عندي شوربة في التلاجة، حطيتها عليها وكده استوت بقى. بصوا بقى الشكل، اما الطعم بقى مش قادرة اقول لكم، الطعم رائع بجد بجد. تسلم ايديا وحياة عينيا. ايه رايكم؟ جربوا طريقه لسان العصفور بالكبد والقوانص دي، حلوه جدا جدا. وانا طبعا انا مشربه الشوربه بتاعتها. يا رب بقى الفيديو بتاعي يعجبكم، والفلوج بتاعي يعجبكم. باي باي.